تخيل معايا إنك متهم في قضية الدليل الوحيد فيها، وطبعًا هنوضّح الكلمة ديًّا إن هو مش دليل، هو التحريات. أنا كريم عيد بافهمك القانون ببساطة. أهلًا بيكم. وده بناءً على ضابط المباحث اللي كتب التحريات، وأثبت في التحريات الخاصة بيه إن وليكن مثال فلان سرق، فلان قام بالفعل كذا اللي محل الجريمة. كده أنت خلاص رُحت في داهية. حابب أبشّرك وأقول لك وأوضّح لك إن التحريات ليها نظام وموقف قانوني إن شاء الله هنوضّحه في الحلقة ديًّا. هنوضّح إيه هي التحريات، ونوضّح هل فعلًا التحريات دليل بياخد بيه القاضي في آآ الدعاوى، وهنوضّح كمان إمتى يتاخد بالتحريات، وإمتى يُدفع بعدم جدية التحريات. الحاجات دي مهمة جدًا. تابعوا معايا الفيديو دوًّا عشان تفهموا قصة التحريات، والقصة اللي تخُص كتير من الأشخاص اللي موجودين في السجون والمحبوسين، واللي كل اللي يخُصّهم إنه تم التحرّي عنهم بطريقةٍ ما، ومحبوسين فقط وفقًا للدليل ده. نيجي الأول نعرّف إيه هي التحريات. التحريات هي مجموعة المعلومات التي يجمعها ضابط المباحث عن واقعة معينة، أو عن ظروف الجريمة، أو عن شهود الواقعة، أو ملابسات الضبط. طيب نيجي بقى المعتاد بتاعنا نفهم ونفك الطلاسم ديًا ونعرف يعني إيه الكلام ده علشان نبسط المواضيع زي ما إحنا متعودين. ببساطة وبالبلدي كده، إن ضابط المباحث بناءً على جريمة بتحصل بينزل يعمل التحريات بتاعته، بيسأل الناس، بيسأل مصادره السرية كما يُكتب في المحاضر، وبيجمّع مجموعة من المعلومات عن الواقعة، وبناءً عليه بيتم تقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. طب إيه هي قيمة التحريات ديًّا في القانون؟ محكمة النقض بتقول لنا إن التحريات هي مجرد رأي لمجريها. طبعًا المبدأ ده مهم جدًا، والمبدأ ده اللي بناءً عليه هنوضّح قيمة التحريات في الدعاوى الجنائية. بناءً على هذا المبدأ، التحريات مش بتكون دليل بذاته، ولكن مجرد قرينة. فلوكيل النيابة إنه يصدر إذن التفتيش بناءً على هذه التحريات، وللقاضي إن ياخده كاستدلال للواقعة. ولكن ودي أهم معلومة في الفيديو كله، إن التحريات لا تعتبر دليل بذاته، ولا يتم الإدانة عليه وحده. يعني إيه؟ نبسط المعلومة دي. يعني إنك أنت لو متاخد بناءً على تحريات فقط وما فيش أي دليل آخر، فأنت مفتوح لك باب كبير هتستفاد منه إن شاء الله. وده اللي إحنا هنوضحه في النقطة اللي جاية، وهي إمتى تكون التحريات ضعيفة. تكون التحريات ضعيفة في حالات معينة، وهي: 1. إذا كان التحريات مرسلة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو مثلًا ضابط المباحث أجرى تحرياته على مجرد السمع، فطبعًا التحريات لازمًا لمّا ضابط المباحث يعملها ينزل بنفسه ويتحرّى ويتأكد عن المعلومة. رقم 2، وهي إن التحريات جاءت من أشخاص مجهولين. ضابط المباحث في المحاضر المشهورة يقول لك: وبناءً على المصادر السرية. طب عرّفنا إيه هي المصادر السرية؟ للأسف في كتير من الأحوال بيخفي ضابط المباحث كيفية حصوله على هذه التحريات. رقم 3، وهي مهمة جدًا، وإنه في التحريات ما يحددش الزمان والمكان والتفاصيل الصغيرة جدًا اللي بناءً عليه بيتم التشكيك في هذه التحريات. ليه؟ لإن مفروض التحريات لمّا تتعمل من ضابط المباحث هو بيكشف الواقعة أو الجريمة كاملة للنيابة العامة وقاضي الواقعة. وطبعًا في صور وأشكال تانية للتحريات اللي بتكون محل ضعف، وده اللي هينقلنا للنقطة اللي بعد كده، وهي الدفوع اللي بيقدمها السادة المحامين في الحالات اللي إحنا وضحناها. أول دفع وهو الدفع بعدم جدية التحريات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن التحريات لم تكن على محمل الجد أثناء جريانها. بمعنى تاني إن ضابط المباحث للأسف بيعملوا حاجة اسمها التحريات المكتبية. وكمان
في دفع تاني مهم بيدفعه السادة المحامين، وهو الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن النيابة العامة تصدر إذن للتفتيش بناءً على التحريات التي أجراها ضابط المباحث. طيب في الحالة ديًّا هي أصلًا التحريات مش جدية، يعني بمعنى إن التحريات ناقصها كتير من أوجه الصحة، فبالتالي إذن التفتيش هو باطل، فما بُني على باطل فهو باطل. فالتحريات في القانون مهمة جدًا في كشف الجرائم، واللي بناءً على التحريات بيظهر كتير من الحقائق المخفية، فدور ضابط المباحث مهم جدًا، ولكن محكوم بالقانون ومحكوم بظروف معينة لازمًا ضابط المباحث ياخد باله وتكون في الاعتبار علشان ما تكونش محل سراب. ونفهم كمان إن التحريات هي مجرد استدلال وليس دليل، وفي فرق كبير جدًا بين الاستدلال والدليل. الدليل يأخذ به بذاته، أما الاستدلال فهو استنتاج لظروف الواقع. فلو حابب تعرف أكتر عن الأخطاء القانونية اللي بتكون موجودة في التحريات، كلمني على الرقم اللي هيظهر على الشاشة ده، أو اكتب لي في التعليقات، وكمان اكتب لي حابب أشرح لك إيه الحلقة القادمة. لو عندك أفكار قُل لي نوضحها لك ونبسطها لك. كان معكم كريم عيد.